السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناتي فاطمه كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم اليوم باكله خفيفه ان شاء الله راح تنال اعجابكم في شهر رمضان الكريم ان شاء الله. وهي عباره عن سفلي بالعجين المورق، سفلي اقتصادي جدا ويجي بنين بالبزاف. ان شاء الله تسيو ينال اعجابكم. نبداو بسم الله بالمكونات. عندي بطاطا قليتها، قطعتها دي مخصوص صغار كما تشوفوا، قليتها عادي. وعندي قرن فلفل حلو خضر، ونصف حبة بصلة كبيرة، وحبة ثوم قطعتها قطع صغيرة أيضا، والقليل من الدبشة معدنوس. وعندي صلصة طماطم جاهزة تقدروا تجهزوها نتوما. عندي قليل من زيتون أخضر، وعندي ملح لأن الطوماط تاعي راهي جاهزة راهي مداوية. راح نضيف فقط قليل من الملح وقليل من الفلفل الأسود، البصل والفلفل. بالنسبة للجبن عندي جبن موزاريلا، لكم الاختيار، تقدروا ديروا جبن عادي، فرماج عادي، لافاش كيغي او فرماج متوفر، او ديروا الفرماج غريير وحده كافي. انا خيرت جبن موزاريلا وفرماج غريير. وعندي لاباط فايتي، فوالا عندي لاباط فايتي. نبداو بسم الله. البطاطا تاعي راني قليتها راهي واجده. الان راح نقلي البصل والثوم والفلفل، راح ندبلهم مليح. قليل من الزيت راح مالي. راح الان نضيف البصل والفلفل والثوم والمعدنوس. نقليهم مليح على نار متوسطه ونرجعوا فيما بعد ان شاء الله. بعد اللي تقليو لي الطماطم، عفوا البصل والفلفل، قليتهمش مليح بزاف حتى خليتهم شويه ناعمين. دوك راح نضيف صلصه الطماطم، قليل من صلصه الطماطم. نضيف قليل من طماطم مصبره، ما ذكرتهاش في الاول في المقادير، فقط القليل. ونضيف قليل من هريسه، اللي يحبوا الحار راح نضيف فقط القليل من هريسه. هنا نخلط المكونات جيدا. نضيف قليل من الفلفل الاسود، خليهم يغلوا مده دقيقه تكون الناس تاعنا واجده ان شاء الله. من بعد اللي وجدت لي لاصوص راح نضيف لها البطاطا المقليه، نخلطها معها. نوزعها. لاباط تاعي كيما تشوفوا راني حليتها في البلا اللي يدخل للفرن، عفوا بابي كويسون. اذا كان ماشي متوفر عادي حطي ديري دهني البلا تاعك بالزبده وحطي لاباط تاعك عادي جدا. راح نديرو في النص، نطرحو في نصف من العجينه. بهذا الشكل. نضيف الزيتون اخضر، نحاول نمسحو كامل. ثم نضيف الجبن الموزاريلا. بهذا الشكل. ثم نضيف الفرماج غريير.
النصف الاخر نرد على بهذا الشكل، نسكروا على الحواشي هكذا. الان راح ندهنو بصفار البيض وجه الوجه كامل بصفار البيض. فوالا كيما تشوفوا دهنت الوجه السفلي تاعي بصفار البيض، ورشيت عليه زينته بقليل من زيت زيتون اسود، ورشعت عليه رشه من الجلجله. بس الوقت راني شاعلت الفوق تاعي ل 180 درجه يسخن مليح، وندير السفلي تاعي ونخليه حتى نشوفو تنفخ وحمار الوجه تاعو ونحيوه. نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. على هذا هو السفلي تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. في الاخير ما لي نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش دائما الاشتراك في قناتي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.